ما عندنا قلب زينب اللي يتحمل، ولا عندنا قلب زين العابدين اللي يشوف ويصبر. سيدي أبا صالح، أنت الوحيد، أنت الوحيد القادر على كسر شوكة أولئك الظلم. سيدي مولاي، متى الفرج؟ مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع، فاشحذ شبا عظب له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. الله يا حسين، يا حسين، يا حسين، مولاي يا حسين. ما أنساها يا شيخ حسن، والله ما أنسى هذه الكلمة التي طالما ترددت. مولاي عقيل تنسى الشيخ حسن لما يقول بلغ 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 بالله عليك، بلغ سلامنا إلى الحسين. ولا تنسى لما يقول لك يا شيخ شمر، ولا تنسى لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه. بس ثقوا بالله، أنا على يقين أن هذا الشيخ ليس بميت، هذا الشيخ ما يموت، إنما مات جسد، ولكن فكر وروح وعطاء ذلك الشيخ الذي يعني يكفيه فخر هذه القتلة. يعني أنتم متعجبين أن الشيخ حسن يتعرض إلى مئات الضربات، وأكو صورة تبين احتمال أنه مذبوح، أكو صورة تبين احتمال أنه مذبوح إخواني، منحور نحر، صور واضحة أنه نحر، مو بعيدة على ابناء يزيد. نعم، هذه طريقة أبناء يزيد. لكن لا تتعجبون، فإن ميثم التمار نفس الموقف، عرضوا عليه أمر البراءة. يعني اللي يقهر تشوف الشيخ حسن في هذه الوضعية، متعرض إلى السحيل، متعرض إلى كذا، لكن هذا كله أوسمة شرف. تعرفون أن ميثم التمار كيف قتل؟ قطعوا يمينه وشماله ورجله، اليمين والشمال، حتى يكذبوا قول علي حينما قال ويقطع لسانك. لأن الإمام علي قال له يا ميثم سوف تصلب وتقطع يدك ورجلك ويقطع لسانك. زياد بن أبيه لعنة الله عليه، ومرسي نفس الحالة، هو زياد بن أبيه نفسه. هؤلاء الأدعياء أولاد الأدعياء، على كل زمن وعلى كل وقت هم الأدعياء أولاد الأدعياء. قال له أنا راح أقطع يده ورجله وأترك لسانه حتى أكذب علي بن أبي طالب عليه السلام. فصلبوه، قطعوا يمينه وشماله، ولكن نسوا أن ذلك اللسان لن يسكت، أن ذلك اللسان لن يسكت. فظل يبين فضائل علي عليه السلام. تالي تعرفون شنو سووا مولانا؟ استلوا لسانه من قفاه، استلوا لسانه من قفاه. هذا هو ديدنه. مولانا عقيل، الآدمية جميعا، بالله عليكم، بالله عليكم، طلب هذه الغرفة لا يزال أنفاس الشيخ حسن فيها، بالله عليكم طلب، ماكو آدم يستلم إدارة في وقت إلا ويفتتحها بكلمات مسجلة للشيخ حسن. أقسم عليكم بالله ماكو آدم أول ما يستلم، حتى لو كان في حوار، حتى لو كان منو يحاور كائنا من كان،
لابد أن تفتتحوا باسم الشيخ حسن، حتى نقول لهم ترى قتلتم شخص لن يموت. لا يزال صوته هادرا في غرفة علي مع الحق، لا يزال صوته هادرا في كل مكان. أقسم عليكم بحقه عليكم أنه ماكو آدم يستلم، حتى اللي ما عنده تسجيل يروح ينزل أو يأخذ من الإخوان اللي عندهم تسجيلات، أول ما يستلم يذكر كلمات الشيخ حسن شحاتة جزاه الله خير. سلام عليك سيدي ومولاي أيها الشيخ حسن، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، وحشرنا الله وإياك مع محمد وآل محمد. ويا شيخ أريد منك بس تبشر لي بشارة، 500,000 قصر حصلت عليها أم لم تحصل عليها؟ أنا أهديتك إياها وأنت تدري بقصة المولانا الشيخ، فبالله عليك بشارة ولو في المنام. الله يحفظكم مولانا، لكم المايك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.